عايز يكون عندك المراوغة والمهارة العالمية زي أفضل لاعبين كرة القدم اللي بتشوفهم، فجبت لكم النهاردة مجموعة من مهارات أفضل لاعبين البرازيل. وطبعا انتوا عارفين إن البرازيل هي البلد المؤسسة للمهارات. هنشوف النهاردة أفضل مهاراتهم ونتعلمها خطوة خطوة مع بعض. ندخل على الانترو وبعد كده نبدأ على طول. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هيكون معانا مجموعه مهارات برازيليه رائعه جدا لافضل اللاعبين البرازيليين عبر التاريخ، وهيكون مجموعه المهارات دي سهله جدا وتقدر تتعلمها بسهوله. بس قبل ما نبدا في اي حاجه يا جماعه، لايك الجميل واشتراك في القناه، ويلا بينا نبدا على طول في اول مهاره. اول مهاره معانا وهي مهاره رائعه جدا اللي عملها رونالدو الظاهره وعملها كذا لاعب. هي عباره عن ايه؟ هو كان واقف على طرف الملعب وكان معاه الكوره والخصم المفروض كان داخل عليه، فهو عمل ستيب اوفر او عمل السيزر. بعد كده عمل التمويه وخدها من القدم للقدم وعدى الناحيه الثانيه. حركه سهله جدا وتعلمها بسهوله جدا. اهم حاجه تتعود على السيزر، تتعود على السيزر كتير، وبعد كده تتعود على البادي فينت، وبعد ما تعمل البادي فينت تتعود على السحبه من القدم للقدم مع التعديه عشان تقدر تعملها بكل سهوله وتكون معاك سهل. ندخل على المهاره الثانيه، يلا بينا. في المهاره دي اللعيب كان بيجري على طرف الملعب، راح عامل حاجه اسمها الفيك روبونا، وبعد كده عمل تمويه وخدها من الرجل للرجل وعدى بطريقه كويسه جدا جدا. هي حركه مش سهله، هي حركه محتاجه شغل كتير. اول حاجه تتعود على الفيك روبونا، تقعد تعملها كده كتير، تعملها كده كتير لحد ما تتعود عليها. تمام. هو عمل ان هو هيرفع او هيعمل عرضيه فخدها كده على طول، فهو اللي قدامه رفع رجله، فبعد كده ما كانش متوازن. لما لفله تاني راح عمل فينت وعدى منه من الرجل للرجل، فهو كان السيطره على الكوره معاه كان بالنسبه له افضل ان هو يعدي بالطريقه دي، فعشان كده هو عدى بالطريقه دي. ندخل على المره اللي بعديها، يلا بينا. في المهارة دي اتميز بيها مجموعة لاعبين، بس أشهر لاعب اتميز بيها هو رونالدينيو. المهارة دي اسمها إلاستيكو، مهارات حلوة جدا ورائعة جدا، تقدر تستخدمها بكل سهولة. كل اللي عليك إن أنت بتسحب وش رجلك من طرف الكورة لطرف الكورة التانية. مهارة حلوة جدا سهلة جدا. أهم حاجة وش رجلك لطرف الكورة ووش رجلك الداخلي لطرف الكورة التانية عشان تقدر تعدي وتعملها بكل سهولة. مهارة سهلة جدا، مش محتاجة منك أي تعقيد، مش محتاجة منك أي صعوبة، تقدر تعملها بكل سهولة وتعلمها سهل. لو لقيتها معاك صعبة ومش عارف تجيبها، تتعود على خطف الكورة من اليمين للشمال بسرعة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، من وش الرجل لوش الرجل، داخلي وخارجي، كتير تعملها كتير 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 لحد ما تلاقيها هي جت معاك. بعد كده تاخدها خطوة خطوة، تعملها كده لحد ما تسرعها واحدة واحدة، وبعد كده تنفذها سلبي، بعد كده تنفذها إيجابي في الماتش، تقدر تعملها بكل سهولة. دي مهارة من المهارات الحلوة جدا اللي عملها برضه رونالدو. هو كان بيجري جنب الخصم، تمام، وعمل ان هو هيعمل تمويه، فالخصم راح جاي معاه في نفس الاتجاه وخدها الناحية التانية. مهارة حلوة جدا. كل اللي انت تتعود عليه ان انت وانت بتجري تعمل تمويه وتاخدها بالرجل التانية، او على حسب مكانك في الملعب. يعني ممكن ما تعملش الحركة دي بالظبط، ممكن تعمل اي حركة تانية غير دي، بس اهم حاجة تتعود على التمويهات الصح عشان تقدر تعدي لو هي جات لك الحركة دي بالطريقة دي بالظبط. دي مهارة الكوبري، مهارة برضه رائعة جدا عملها رونالدو الظاهرة برضه. كل اللي عمله ان هو كان اللاعب كان داخل عليه وهو كان مديله ظهره، فجأة مرة واحدة
روح حطها له كده بين رجله. حركه سهله جدا بس محتاجه ذكاء، يعني تعملها لما تيجي تعملها بذكاء، ما تعملهاش وخلاص. تعرف انت تعملها فين وامتى وازاي. لما يكون مندفع عليك قوي، لما يكون الخصم مندفع عليك مره واحده كده وانت في ظهرك، فتقوم عاملها وحاططها على طول. حركه مش محتاجه تمرين، يعني كل اللي انت تعمله انت بتبقى محجز كده نفسك، محجز نفسك، ومره واحده كده خطفه تقوم عاملها كده بخطفه على طول. مش محتاجه منك اي حاجه غير كده. ندخل على المره اللي بعديها، يلا بينا. المهارة دي مهارة نيمار، من المهارات الحلوة والرائعة والكويسة جدا جدا جدا. كل اللي عمله ان هو عمل ستيب اوفر، خد اللعيب معاه وراح عمل من داخلها لخارجها مرة واحدة بوش رجله، عدى من الطرف. حركة رائعة وحركة كويسة تقدر تعملها بسهولة. تتعود على التمويه وتتعود على ان انت تقدر تخطف من داخل قدمك الداخلي للخارجي على طول كده لكده، تترفع، تيجي من الجنب، تيجي باي طريقه. تتعود على الحركه دي، مش لازم انت تعملها شبهها بالظبط. انت بتشوف اللاعب بيبقى متمركز فين وبيبقى مكانه فين، وبتحاول ان انت تعمل عكس المكان اللي هو فيه. يعني مش ما تاخدش تيبيكال الحاجه بالظبط، انت على حسب موقفك في الملعب بتعمل الحاجات دي. المهارة دي مهارة رونالدينيو، وهي مهارة من المهارات الحلوة جدا والرائعة جدا. كل اللي عمله ان هو كان في ظهره الخصم، راح سلم الكرة من الرجل للرجل وحجز عليها كده، وراح واخدها بلمسة واحدة. كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تتعود على الحركة دي وتقوم سحبها، تتعود على الحركة دي وتقوم سحبها. حركة بسيطة جدا تعملها على الطرف لما تكون مزنوق، ويكون خلاص انت مزنوق وظهرك للمدافع وخلاص، مش ما فيش اي وسيله ان انت تعمل اي حاجه غير دي. فتحاول ان انت تعملها عشان تعدي بيها. انت بتخدعه بلمسه للمسه وتبقى محجز عليها بجسمك، وهو خلاص مش يعني هو هيبقى خلاص بجسمك كده، انت هتسيطر بجسمك وتقدر تعدي كده. حاجه رائعه جدا وسهله جدا. وبكده يا جماعه خلص حلقتنا، يا رب ان هي تكون نالت اعجابكم. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، وما تنسوش لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.